الجماعة الكروية والإفران تواكب عن قرب متطلبات الساكنة والخصص أن نقوم بتنظيم قافلة طبية شراكة مع جمعية المجتمع المدني للحركيين والإفران والرابطة الصيادلة الحركيين، أننا سنقوم بتنظيم هذا اليوم ضمن واحد القافلة طبية لفيها واحد المجموعة ديال التخصصات. هناك طب الأطفال، هناك طب النساء، هناك طب القلب والشرايين، هناك مجموعة الأطباء الذين يشتغلون فيما هو طب العام فيما يخص طب العام، وهناك توزيع واحد الكمية هائلة من الأدوية بالمجان. وقمنا بهذه القافلة ونظرا للخصائص اللي عندنا فيما يخص العالم القروي الجماعة ديال وادي فران. وهناك فيها مجموعة ديال الساكنة اللي كتتجاوز ما بين 8000 أو 9000 نسمة. العدد الساكنين اللي كتواجد في الجماعات الترابية لجماعات وادي فران. الجماعات تقريبا كلها 90 حتى 95% كلها عالم قروي. هناك مركز أو جوج ديال المراكز اللي كيتواجدوا في هذه الجماعة، هو المركز ديال وادي فران اللي حنا حاليا فيه، وعندنا المركز ديال الزاوية ديال الإفران اللي هو كيبعد علينا تقريبا حوالي 20 كيلومتر. وحاولنا اليوم نجمعوا هذه الساكنة كاملة وغادي نستافد إن شاء الله من هذه القافلة الطبية. الهدف ديال هذه القافله هذه والهدف ديال انه علاش اختارينا هذه المنطقه هذه، كاين بزاف ديال الناس كيتسائلوا علاش المنطقه اللي تختارت هذه. اول حاجه السكينه، الجبال، الناس راه ما عندهاش باش تشوفها ميدسان راه خصها تمشي للازرو، ولا باش تجي واد الافران راه خصها 100 درهم. لما لان 100 درهم في هذه المنطقه راه شيء كبير للمواطن. الوغ داكشي علاش اختارينا هذه المنطقه هذه، ومع تعاون مع السي رئيس الجماعه والسي محمد بوزين. كما كتعرفوا هذه المنطقه ديالو هنايا كاين واحد ديكا اللي ما لقاهمش في بلايص داخلين. حنا فاش كنبغيو نختاروا شي منطقه اللي غنخدموا فيها القافله الطبيه كنشوفوا البلاصه اللي غنلقاو ديكا اللي كيف اليوم بحال دابا لحد الان لحد الساعه تقريبا 19 الحاله اللي دي اورجونس خصهم الدوله بدا يكونوا في رباط دي اوبيراسيون شيرورجيكال غادي يداروا. وحنا وعدناهم بان ندخلوا نهار غدا ان شاء الله تما في لوبيتال باش غادي يقوموا بهذه العمليات هذه. بما يخص الهدف الثاني المتوخى من هذه القافله الطبيه هو باش الدور ديال كيبين باش نبينوا الدور ديال الرابطه ديال الصيادله في الحزب، لانه شنو غدير لك الرابطه في الحزب؟ هذا هو الدور ديالها. الا شتي انت واحد 1500 ولا 2000 شخص وداويتيه وعطيتيه الدواء راه سي ان كون بلوس بور لو بارتي. وهذا علاش كنخدموا حنا فيه في الرابطه، وكنتمنوا انه كل شهر غادي تكون عندنا قافله طبيه. ومن هذا المنبر هذا كنعلم بان راه القافله الجايه غتكون ان شاء الله في المدينه الجديده. لا دات اي با بريسيز، تقدر تكون لو 19 ولا لو 26، مازال ما حددتهاش بالضبط. نشوف مع الاخوان في العشيه فاش نسالوا القافله ديالنا ديال وادي افران. ولحد الان دابا حنا الهدف ديالنا العدد المتوخى من القافله راه حنا وصلنا له. دابا يعني كانت قافله جد ناجحه. هذه القافله هذه مع الصيدليه طبيه حتى هي معنا المصير عاونوا، والحمد لله. واليوم السوق جاو صحاب الظروف، جاو صحاب الغير، جاو كل شيء عندنا دوزو معنا هنا كذا الحمد لله وتعاوننا. هذا الشيء الحمد لله راه مزيان. احنا ان شاء الله تنتمناو عاوتاني شي مره اخرى ان شاء الله تكون ثاني تكون هذا الشيء ان شاء الله وكل شيء يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. لازم كل شيء بخير.